ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده لعشاق السينابون هنعمل اسهل والذ سينابون بطريقه فعلا سهله جدا، ومش هتتعبي خالص ولا هتعجني ولا تتعبي نفسك، وهيطلع معاكي تحفه. ولو عجبتك طريقتي دي اعملي لايك وشير، وما تنسيش تشتركي في قناتي الجديده على يوتيوب. ويلا نبدا. اولا محتاجين لسكر بني، فانا قلت بدل ما نشتري كيس سكر بني تمنه يعني غالي شويه، في نفس الوقت ممكن مش هنحتاج له على طول، يعني هنحتاج له بعد فتره طويله يكون باظ مننا. هنستخدم بقى السكر البني اللي عملناه في البيت ده، 6 معالق سكر أبيض عادي، عليهم نُص معلقة كبيرة عسل أسود، وتقلّبيهم بقى في بعض كويس أوي لحد ما يمتزجوا ببعض كويس ويدّينا اللون العسلي الفاتح اللي هتشوفيه دلوقتي كده. كده عملنا السكر البني، طريقته سهلة خالص. بعد كده كيس توست بقى كامل، هتاخدي الحروف بتاعته كده. ممكن تقولي التوست غالي، إحنا بنعمل بقى الحكاية دي تخلّيه مش غالي خالص. هناخد الحروف دي كلّها نحطها في صينية، ندخّلها الفرن 10 دقايق نحمّصها، وبعد كده نطحنها في محضرة الطعام أو في المطحن بتاع الخلاط. هيدّيكِ كمية من البقسماط الناعم تقريبًا حوالي نُص كيلو كده. شوفي بقى الكمية دي كنتِ هتشتريها بكام، اخصمي تمنها من تمن التوست هتلاقينا بقينا اقتصاديين جدًا. بعد كده الصينية اللي هنستخدمها هنحط فيها معلقة زبدة، هندهنها كده بالفرشة، وبعدين هنبدأ نحط فيها التوست. هناخد كل واحدة من التوست عليها حتة زبدة صغيرة بالفرشة، وبعدين رشة قرفة ورشة سكر بني، وادهنيهم كده بالمعلقة كويس. وهنتني بقى التوست نصين، وحطيه بقى في الصينية بحيث ان الناحية المفتوحة هي اللي تبقى لتحت. عملنا كده، واتنيه وحطيه بقى تحت كده، المفتوح لتحت. كرري بقى العملية كده لحد ما تملي الصينية بتاعتك. بعد كده نبدأ نعمل الصوص اللي هنسقي بيه التوست ده. الصوص بتاعنا ده شكل الصينية اهي وهي كاملة. الصوص بتاعنا عبارة عن 2 بيضة عليهم رشة ملح صغيرة، وبعدين معلقة صغيرة قرفة، معلقتين كبار سكر بني، وكوباية لبن حليب. والكوباية اللي أنا مستخدماها دي اللي هي معيارها يعني مقاسها 250 مللي، وباكو فانيليا. اضربي بقى بمضرب البيض اليدوي كده لحد ما البيض يدوب خالص وكل المكونات تمتزج في بعض، ما يبقاش في حاجة عندنا متكتلة. وبعدين نسقي بقى التوست بالعصير اللي عملناه ده أو بالصوص اللي عملناه ده، وسيبيه بقى دقيقتين كده على ما نعمل الطبقة الأخيرة. الطبقة الأخيرة بقى دي يعني فيها حاجة بس هي اللي مكلفة في الموضوع كله، 50 جرام عين جمل. استغني عنه بالفول السوداني أو الغيه خالص. حطيت عليه معلقة صغيرة قرفة ومعلقتين سكر بني ومعلقة زبدة كبيرة. اعجني بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس كده، وهنحطهم على الوش. لو زي ما باقول لِك مش عايزة تحطي عين الجمل، استبدليه بالفول السوداني أو بلاش منه خالص، حطي القرفة والسكر البني والزبدة وحطيهم على الوش. هنفرد بقى الحاجات دي على الوش كده، وندخلها الفرن ربع ساعة لدرجة حرارة 200، و5 دقايق بالضبط الشواية. هنعمل بقى صوص الجبنة الأبيض، ربع كوباية لبن حليب مع 4 مثلثات جبنة، معلقة زبدة، باكو الفانيليا، ومعلقة واحدة سكر بودر. هنضربهم بقى كلهم في الخلاط كويس، هيديكي أحلى صوص جبنة. هو دلوقتي هيبقى خفيف شوية، لو حطيتيه في التلاجة ساعة واحدة هيتماسك ويبقى قوامه حلو قوي، بس أنا استخدمته بقى وأنا عاملاه على طول، يعني مدخلتوش التلاجة. لو حطيتيه زي ما بقولك هيبقى القوام متماسك عن كده شوية. طلعت بقى الصينية وهي بقى ايه يعني دافية كده، حطيت عليها الصوص. حلوة قوي وهي دافية، وحلوة بعد ما بردت، وطريقة سهلة ولذيذة واتعملت بسرعة وما عجناش ولا تعبنا نفسنا في العجين. وطلع طعمها صدقيني بقى فعلا زي السينابون اللي بنعجنه. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.